والإعلامي الكبير محمود سلطان. اتربيت في أسرة هادية جدا ما فيها صراعات. اتربيت في القناطر، يعني القناطر بما لها من جمال. يعني انت عارف القناطر دي بيلتقي فيها النيل، ومساحة المياه اللي فيها مهولة جدا، والخضرة اللي فيها كثيرة. وده كان له تأثير، لأن احنا كان حياتنا بنلعب في الجناين دي والمتنزهات اللي موجودة بكثرة في القناطر. يعني كنا بنخرج من المدرسة نروح نلعب كورة في هذه الحدائق. صاحب صوت عذب ومميز، أحد أبرز الأصوات التي قدمت نشرة الأخبار في الإذاعة والتلفزيون المصري، وارتبطت معه آذان المصريين لسنوات طويلة. أنا من أبناء الطبقة المتوسطة، يعني اللي اتعلمت مجاني، اللي كان تعليمها مجاني، وأسرة متوسطة علمت ولادها كلهم. تخرج محمود سلطان في كلية الآداب قسم التاريخ، ثم بدأ حياته الإعلامية بالبرامج الموجهة في الإذاعة المصرية، ومنها إلى إذاعة صوت العرب، ثم مذيع لنشرة الأخبار في التلفزيون المصري. كنت بهتم جدا وبحب مهنة المذيع، من غير ألقاب، من غير مناصب، من غير أي حاجة. أجمل فترة في حياتك تشتغلها هي فترة أن تكون مخرجا، أن تكون مذيعا. العمل نفسه ده اللي بيخليك بتحب العمل. لكن المناصب زائلة، الناس بره ما تعرفش المناصب، بيعرفوك من شغلك، أنت بتشتغل إيه، بتعمل إيه، بتقدم إيه، كل هذه الأشياء. لكن المناصب ملهاش معنى. وحب الناس الحقيقة هو اللي دفعني وخلاني لم أتردد لحظة. يعني حب الناس وتقديرهم إن أنا أقوم بهذه المهمة هو اللي خلاني تقدمت فعلا وتحمست للفكرة اللي هم عرضوها قدامي. وبالفعل قضيت الدورة الأولى 95-2000، ودي اللي قدمت فيها مشروع إنشاء نقابة للعاملين بالإذاعة والتلفزيون. وده كان حلم بيراود كل الإذاعيين وكل الإعلاميين، حلم إنشاء نقابة الحقيقة. أنا أبدو متسامحا، لكن أنا في منتهى القسوة في الخطأ. يعني أنا بحب جدا الإدارة بالحب، وتحدثت فيها جدا. يعني الإدارة بالحب، مش الإدارة بالعنف ولا لا لا لا. يعني بعتقد دايما لو وجد الحب وجد التقدم.